السلام عليكم. وصفتنا لليوم ان شاء الله باذن الله غتكون كوكيز اللي كيحماقوا عليها وليداتنا الصغار. نبداو على بركه الله بالمقادير. بالنسبه للمقادير عندي 180 غرام ديال الزبده. من الافضل الا كانت زبده حيوانيه. غادي نحتاج طبعا قبيصه الملح ضروري. عندي 4 المعالق ديال الكوك. عندي 2 ديال البيضات. عندي هنايا شكلاط حبيبات. وعندي 150 غرام ديال السكر، سواء هاد الاشقر او السكر العادي. كاس ديال السكر بالعبار ديال كاس ديال العنبه. غادي نحتاج واحد الكيس من الكاكاو. عندي كيس من سكر فاني. وعندي خماره من وزن 8 غرام. والدقيق تقريبا واحد 4 الكيسان ديال الدقيق. بالنسبه للطريقه كيفاش غادي نخدم، انا خديت هذا البول هذا اللي هاد الطريقه صراحه كتجي سهله انكم تطربوا بالطراب الكهربائي. كتجي ساهله، كتخدم لكم الزبده احسن ما تبقاو هكا تعجنوها بيديكم حتى ترجع لكم على شكل كريمه. ضفت هنا ديك 180 غرام ديال الزبده ونضيف عليها 150 غرام ديال السكر، سواء العادي او هذا، المهم اللي متوفر عندكم. في هذه المرحله تقدروا تخدموا كما قلت لكم غير بيديكم حتى ترجع لكم الزبده على شكل بوماد، وفي نفس الوقت تقدروا تخدموا بالطراب الكهربائي. انا غادي نخدم بالطراب الكهربائي، كنفضلو صراحه، كيسهل عليا الخدمه ديال الزبده وفي نفس الوقت كيتخدم بواحد السرعه. نبدا على بركه الله نخدم الزبده مزيان مع السكر. غادي نضيف كذلك حتى قبيصه ديال الملحه، ونضيف حتى داك السكر، الكيس ديال السكر فاني حتى هو نضيفو دابا في هذه المرحله. ونبدا بسم الله. من بعد ما تخدمات لي الزبده على هذا الشكل هذا، دابا غادي نضيف دوك 2 بيضات وغادي نطرب عاوتاني غير واحد شويه ونتوقف. من بعد ما انسجم ليا البيض مع الزبده والسكر، دابا غادي نضيف 4 ديال المعالق ديال الكوك. الافضل الا كان النوع الميدم باش يطلق لينا المذاق زوين. وكذلك غادي نضيف داك الكيس ديال الكاكاو المر حتى هو غادي نضيفو. وغادي نخلط. من بعد ما خلطت مزيان الكاكاو مع الزبده والسكر والبيض، دابا غادي نبقى نضيف الدقيق. دابا غادي نضيف الدقيق غير شويه بشويه حتى غادي نحصل على واحد العجين اللي غادي يكون متماسك. بالنسبه للدقيق راه ديجا مغربل. وغادي نضيف كذلك حتى خماره اللي راني غربلتها، غادي نضيفها دابا من وزن 8 غرام. وغادي نخلطها مع الدقيق باش تتخلط وتنسجم لي مع العجين. بالنسبه للدقيق اللي بغى يعبر بالميزان، تقريبا 400 غرام ديال الدقيق، على حسب النوعيه ديال الدقيق. يقدر يكون كيشرب، يقدر يكون ما كيشربش، المهم ما بين 400 حتى 450 غرام.
غنزيد كذلك في هذه الوقيته شكلاط حبيبات. بالنسبه لشكلاط حبيبات على حسب نتوما الجهد ديالكم والكميه اللي بغيتو ديروا، واش كميه كثيره اولا كميه اللي قليله. المهم انا بالنسبه ليا درت واحد الكميه اللي قليله وغادي نخلطها مع هذا العجين. في نفس الوقت الا كنت محتاجه نزيد دقيق راه غادي نضيفو. من بعد ما تجمعات لي العجينه على هذا الشكل هذا نحيدها دابا من هذا الاناء. وغادي نقسمها على 4. المهم على حسب نتوما قداش بغيتو ديروا هاد لي كوكيز، واش كبار اولا صغار. انا كنديرهم صغارين باش كيجيو حلوين في هكا في الماكله ديالهم، اولا الا داوهم وليداتكم معاهم للمدرسه. نقسمهم على 4 القطع على هذا الشكل هذا. المهم الا بانت لكم شي وحده كبر من خواتاتها حاولوا تقادوهم. دابا غنصايبهم دي بودان بحال اللي كنديروا الفقاص، حربول هكا اللي غيكون مقاد. غنديرهم قد في العرض هكا ديالهم، غيجيو شي وحده غليظه وحده رقيقه على هذا الشكل هذا. نفس الطريقه غندير الثانيه والثالثه. من بعد ما حربلتهم درتهم في البلاستيكات او الليل عندكم السلوفان. انا درت بلاستيك عادي هكا لويتو عليهم مزيان 4 ديال لي بودان. وغادي ندخلهم دابا الكونجيلاتور حتى يجمد ان شاء الله. عاد غادي ندوز نقطعو. دابا غادي ندخلو تقريبا واحد نص ساعه على حساب الكونجيلاتور ديالكم واش يجمد دغيا اولا كيتعطل. المهم تقريبا نص ساعه وان شاء الله نقطعهم ونرجع معاكم. من بعد ما جمد ليا كما كتلاحظوا معايا دابا غادي نقطعو. وناخذ غير هاد الموس ديال حاده به غادي نقطع. بسم الله. بالنسبه للاطه ديال الفران فرشت لا بابي كويسون وكنستف وحيده حدا وحيده. ماشي ضروري يكونوا متباعدين بزاف راه ما كيتلاصقوش حيت الحجم ديالهم اصلا صغير وفيهم غير خماره وحده. في هاد الوقيته اللي كنت كنستف فيه الكوكيز راه كنت شاعله الفران باش يسخن. غادي ندخلو للطبقه الفوقانيه حتى يطيب من التحت. عاد غادي نهبطو باش يطيب على الوجه ديالو الطياب ديال بحال الطياب ديال الصابلي. من بعد ما كيطيبوا نخرجوا من الفران فرشت هاد الزويت هاد المنديل وكنحيدو من اللاطه راه كيتحيد بسهوله. وكنديرو في هاد المنديل حتى يبرد ان شاء الله. عاد غادي نجمعو. هذا هو الشكل ديالو. دابا غادي نكمل الكميه اللي باقيه لي. باقي لي واحد بودان واحد وثلاثه انا طيبتهم. دابا كنخليه هنايا حتى كيبرد ما نجمعوه جوا سخون وما نديروش في شي حاجه اللي غادي يعرق فيها. ومن بعد ما خليت الكوكيز برد تماما عاد دابا غادي نديرو في هاد بونبونيير. تقدروا تجمعوه نتوما غير في بواطه. كنديرو هنايا باش كيجي ساهل الوليدات يهزوه. شوفوا معايا تبارك الله كيجي صغيور وما يعكزوش الوليدات ياكلوه يديوه معاهم حتى للمدرسه حتى هكا 4 ديال الوحيدات
كيجي زويون في الشكل ديالو صغيور. وغادي نجمعو دابا باذن الله. نتمنى تجربوه حيت فعلا كيستحق تجربه ان شاء الله. باذن الله راكم تلقاو المقادير بالضبط في صندوق الوصف. وكان هذا هو الاقتراح ديال اليوم ديال الكوكيز اللي كيعجب الصغير والكبير. نتمنى يكون لا فيديو يعجبكم. ضروري ما نقسم معكم واحد الوحيده باش تشوفوا كي داير من الداخل. كيجي مرمل، كيجي لذيذ بزاف. نتمنى تجربوه حيت فعلا غادي يعجب وليداتكم بزاف بزاف. غادي نقول لكم السلام عليكم حتى ان شاء الله مع وصفه جديده باذن الله. يلا السلام عليكم.